أغر عليه بالنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي لاسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. عليك صلى الله يا خير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لنا ضياء ولحقه أداء، واجزه اللهم خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم إنك أمرتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، فهب لنا منها ما يرضيك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أهلا بكم في الأمم الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أغيظ ولا أدحر من يوم عرفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتحدث في هذه الحلقة عن يوم عرفة. الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر، وفيه يتمنى الحاج مغفرة الذنوب وستر العيوب. عن فضل يوم عرفة بالنسبة للحاج وغير الحاج نلتقي بكم أعزائي المشاهدين، وهذه الحلقة الجديدة برنامج الأمم الأخلاق. معنا من خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد فاروق الداعية الإسلامي وإمام وخطيب وزارة الأوقاف. أهلا بفضيلتك معنا. أهلا بحضرتك. في البداية هنلتقي مع التقرير الصوتي بصوت الزميل هشام عبد العزيز.